مش هقولك بقى عندي اسرار ولا افتكاسات، بس هي معلقة واحدة بس لو ضفتيها على الفول هيبقى في حتة تانية خالص، هيبقى كده زي الزبدة وكريمة. يلا بينا نشوف عملناه ازاي مع بعض. بس قبل ما نبدأ صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حط بقى اللايك للفيديو عشان هنعمل تحويجة كمان للفول خطيرة، تقدري بقى تحتفظي بيه في الفريزر لمدة شهر واتنين وتلاتة، فطار غدا عشاء مش هيقولك لا. الفول يا جماعة من الحاجات بجد الأساسية في البيت. ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. في الأول معايا كيلو من الفول، وأنا بحب استخدم الفول البلدي، حابة تستخدمي المستورد براحتك بس أنا بحب ده جدا. في الأول بننضفه وبنقيه، أنا عندي نضيف ما شاء الله مفهوش أي مشكلة. هاخده بقى وأحط عليه مية بتغلي، لازم تكون مية مغلية، وهسيبه كده لمدة ساعة، مش هاجي جنبه خالص. وبعد ساعة هنرجع نشوفه بقى نفش كده وبقى جميل معانا ما شاء الله. طبعا ما ينفعش ابدا تسلقيه او تسويه في الميه دي، لازم نغير الميه ونحط له ميه نظيفه. انا النهارده هستخدم حله الضغط علشان اسرع التسويه مش اكتر، لكن تقدري تعملي نفس الخطوات في الحله العاديه. تمام كده. حطيت الفول، حطيت عليه كوبايه واحده من العدس الاصفر، وليمونه صحيحه زي ما هي كده، اسميها بس نصين، وانزلي بالميه المغليه يا دوب نغطي الفول كده بصباعين ولا حاجه، وارفعيها على النار لمده ساعتين. وده طبعا علشان هي حله ضغط، لو هتستخدمي حله عاديه هتاخد 4 ساعات بالظبط، يا دوب تغلي وتهدي النار لمده 4 ساعات، لكن في حاله الضغط ساعتين بس. بصوا بقى ما شاء الله بقى معايا زي الزبده. يلا بينا بقى نضيف له الاضافه الحلوه بتاعتنا اللي هتخلي لونه كهرمان وقوامه زي الزبده. معايا معلقه كبيره من النشا، عليها معلقه صغيره من الكركم، وعليهم نص كوبايه ميه. دوبي كل الكلام ده مع بعضه وضيفيهم على الفول، وبس كده ارفعيه على النار يا دوب ياخد غلوة واحدة. والله يا جماعة بيكون طعمه وشكله وريحته خطيرة، نفس لون كده فول بتاع العربيات. بصوا ما شاء الله شكله يجنن، يستاهل بقك يا فوزية. هرفعه بقى على النار غلوة واحدة زي ما اتفقنا. بصوا بقى ما شاء الله بقى زبدة كده وكريمة يجنن. يلا بينا بقى نعمل شوية تحويجة كده للفول خطيرة. هنجيب بقى الفول بتاعنا، طبعا الكمية على حسب ما انت عاوزة، هنحط عليهم الملح على حسب الرغبة، وبعدين شوية زيت بقى، زيت زيتون، زيت حار، حطي زبدة، حطي اللي بتحبيه. حطيت شوية طحينة، وهنا السر في الطحينة ان انت بتكوني مخففاها بمية، مش بتكون طحينة خام. شوية بابريكا، شوية بقى كمون كده مطحون، يا خبر ابيض بقى يا جماعة. عاوزة رغيفين عيش يا جماعة وبصلاية، وسيبوني اعمل فيه صمت. يلا بينا بسرعة نقول الدعاء. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيبكم في رعاية الله. كانت معاكم حورية، واستنوني فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.